المساعد يريد أن يعين ماجد عبد الله نائبا له، نائب لرئيس، هذا يرد على كلامك يا فهد الهريفي. وماجد عبد الله هلالي ولا نصراوي؟ أنا يا سلام عليك. أنا كنت ضد ماجد عبد الله أنه ينقاد مع الأمير عبد الرحمن، مع الأمير عبد الله. ليش؟ ماجد عبد الله هامة كبيرة وتاريخ كبير. أنا انتقدت فيصل بن تركي في موضوع أنه يشوف ما يشاهده. الوطنية، الجمهور ما يحتاج وطن. الجمهور الآن للأسف المنتخب انسرق الآن، لازم يرجع للجماهير، يرجع للوطن. ماجد عبد الله أنت تطلع معاه وتسوق فيه السيارة وتروح في الملعب بأي صفة؟ أحبك، علاقاتي برا، شخصيتي لازم تكون قوية سواء كان من الرئيس العام أو من الآخر. يجب أني ما أذهب إلا أكون أنا معين. بكرة لو جابك سامي الجابر وعينك وأنت جاي ماخذك وقايدك ورايح، إيش الفائدة بغير مسمى؟ أنت تقول الآن إن حيتعين. أنا أتحدى إذا عينوا ماجد عبد الله في أي منصب. تتحدى. لكنه وهو يستحق ذلك ترى ماجد. لكنه علشان يجمع الشمل. أنا ماني هلالي، أنا نصراوي، فأنا أخذ ماجد عبد الله قدامه. أنت تتكلم على طول، شفت الصورة قدامك قلت خلاص فيها تعيين. أتمنى ذلك وهو يستحق. أفضل من الناس اللي لا لعبوا كورة ولا يعرفون. يعني شغلة إعلامية فقط؟ يعني شغلة إعلامية للبهرجة الإعلامية وجود ماجد مع عبد الله المساعد؟ كلها يا أحمد شغلة إعلامية. أحمد ودي أسأل كلها. أنا أتمنى أنه يكون في شيء رسمي. وكنت أتمنى من أخوي ماجد تبغى تروح تشجع منتخبك روح بالحالك. إلا أنك تتعين، تجي ناس يقدروني بمنصب، مو يقدروني بشو ولا بطلعة قدام العالم. بس هل ماجد عبد الله ينقاد؟ هل ماجد عبد الله ينقاد يا فهد؟ أحمد دقيقة، الكل وقف مع الجماهير، الكل وقف مع الوطن. أنا أول واحد ذهبت وطالبت لعيبة المنتخب أن يذهبون للملعب. أنا أول واحد قلت على الجماهير أنها تجي إذا هي تبي تجي. المنتخب انسرق قبل المنتخب. انت تكلمت عن ماجد، هل معقوله ماجد عبد الله بحجم ماجد عبد الله ينقاد يا فهد؟ يا احمد لا تاخذها انت باللفظ انه ينقاد. لا تاخذها. لكن انا في وجهه نظري وتفكيري اقول انه مفروض ماجد ياخذ منصب. لكني اخذك بس مناسبه، تعالوا عشان يلا يا جماهير يرضي الجماهير النصراويه. ماجد من الاول كان مفروض انه يكون له منصب في الرياضه السعوديه. ما هو اعتراض ولا هو موضوع انه انقاد، بالعكس. يعني ما هو موضوع وطنية. الجمهور ما يحتاج لك انك تجي تقول له وطنية ولا تدعي تقول له وطنية. نعم. ما تقدر، ما تحتاج لها، ما حد يزايد على وطنية.